بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا خواتي، شحالكم، شخباركم، عساكم طيبين. حياكم الله في درس جديد ان شاء الله ومفيد من دروس اندلسيات للتدريب تعليم تصميم الازياء. حيا الاخوات اللي انضموا مؤخرا للقناه، المتابعين المتابعات، حياكم الله. وفي درس جديد اتمنى ان شاء الله تستفيد من هذا الدرس ان شاء الله. وادري انه وايد خوات كانوا ينتظروا هذا الدرس من زمان، اللي هو درس الكول او اللياقه. بيسموه لياقة هنا بيسموه في دول المشرق، بعد في الخليج بيسموه لياقة، في دول المشرق بيسموه لياقة، في المغرب العربي يسموه الكول. وكيف ان شاء الله بنسوي في السلسلة كذا نوع من الأكوال. ان شاء الله بتكون السلسلة الجزء الأول اللي بيكون فيه الكول سهل وبسيط، تمام، مع بعض الإضافات اللي ان شاء الله تستفيدوا منها. أول كول راح نسويه هو الكول السهل البسيط. سهل بسيط هو اساس. اوكي، هني هذا مش هو الكل اللي راح نسوي بالضبط، هني انا مسويه فيه بعض الاضافات، بس الكل اللي راح نسويه هو كل كل بنقول اوفيسي. اوكي، فاول شيء راح نسويه في بداية درسنا، اول شيء خواتي بتسووه بتجيبوا قطعتكم، تمام. بتكون من الافضل انها تكون مخيطتوها، تكون مخيطينها جاهزه، هذا افضل عشان يكون المقاس مضبوط، تمام خواتي. هني انا بسوي شيء عشان بس اضبط المقاس. بس عشان اوريكم كيف تاخذوا المقاس. كأنه هاي قطعتنا احنا قصيناها، تمام. بتجيبوا خواتي سنتي، تمام. هني اول شي بتسووه خواتي، بننزل من المقاس من الجهة الأمامية للياقة تقريبا 1 سنتي. 1 سنتي هاي بناخدها في الفساتين والبلوزات، تمام. من الأمام بتكون 1 سنتي، ومن جنب في جهة الكتف تكون نصف سنتي، تمام خواتي. وبنسوي الحردة الجديدة، المقاس الجديد. هذا بالنسبة للبلوزات والفساتين. بالنسبة للمعاطف والجواكت بتكون من الخلف. لحظة بنخلص هاي وبراويكم عشان ما نتلخبط. هني بتضل مثل ما هي، هذا بالنسبة للمعاطف عفوا للبلوزات والفساتين. بتاخدوا من 1 سنتي أمام، جهة الكتف بتاخدوا 0.5 يعني نص سنتي للأمام والخلف. هني بتخلوها نفس ما هي، حردة الخلف بتخلوها بنفس ما هي. بالنسبة للمعاطف والجواكت بتاخدوا تقريبا من 2 ل 2.5 سنتي أمام، تمام. وجهة الكتف من 1 سنتي ل 1.5، تمام خواتي. هذا بالنسبة وهني مثل ما قلت لكم الخلف بيضل مثل ما
هذا بالنسبة للخلف. أتمنى تسجلوا هالمعلومة هذه، لأنها مهمة في شكل اللياقة. طيب خواتي، بتجيبوا خواتي سنتي، بتلفوا السنتي على الجهة الخلفية وتسجلوا كم عطاتكم الجهة الخلفية. مثلا هني عندي في الباترون الصغير هذا 8.2 تقريبا. اوكي، وتجيبوا تكملوا تشوفوا الجهة الأمامية كم تعطيكم. مثلا الأمامية عطاتني 12. اوكي خواتي، تسووا خلف أمام. اوكي خواتي، وبننتقل للمرحلة اللي بعدها. اوكي، بالنسبه للمرحله هذه خواتي بنجيب المقاس اللي حصلنا عليه. تمام، هني بتشوفوا شكلين، بس انا اليوم بسوي لكم هالشكل هذا بعدين ان شاء الله. بنجيب بنخاف بنحط المقاس اللي لقيناه. تمام، والامام بنحط باقي المقاس اللي لقيناه. تمام خواتي، راح نحط احرف لا شو اسمه باترونة. بنشتغل على فكرة، بنشتغل بالنصف فقط. اوكي، بنشتغل بنصف لياقة فقط. اوكي، هني عندي نقطة الخلف A B اللي هي الخلف، و B C اللي هي نقطة الأمام. تمام خواتي، بنطلع من النقطة A بنرتفع تقريبا ما بين 3 ل 5 سنتي، أقل شي 3 أكتر شي 5 سنتي. أوكي خواتي، دائما هذا بيعتمد على حسب اللياقة هذه، حق فستان، حق بلوزة، حق شو بالضبط. وبنحط A1. اوكي خواتي، هنا بنفس المقاس. من افضل انكم تخلوها بس خطوط، لا تخلوها خط، بس خطوط تمويه فقط. وبنحط هنا برسم خطي يكون مبين. تمام، هنا برسم خطي يكون مبين. اوكي خواتي، بننتقل لجهة الامام. بنرتفع من النقطة سين تقريبا ما بين 3.5، ما بين 2.5 3.5. هذا 2.5 3.5 للفساتين والبلوزات. اوكي خواتي، دائما ركزوا على هذا الموضوع هذا، ما بين 2.5 3.5 فساتين وبلوزات. اوكي، واذا حابين نسوي معاطف او جاكيت بتكون ما بين 3.5. اوكي خواتي، من سي برتفع نقطة وبحط C1. برتفع، انا راح ارتفع بس 3، بحط C1. اوكي خواتي، بجيب المثلث عشان يطلع لي الخط مضبوط، وبرسم خط بس تمويه. مبدئيا برسم خط تمويه لما اشوف المقاس كم. برتفع نفس المقاس اللي هو نفس مقاس اللياقة.
هنا 4 سنتيم خديت، خذيني بعد 4 سنتيم خواتي، وبرسم السيتو. من الأحسن أنكم ترسموه مثلث يكون أفضل، هنا عندي مثلث شوية صغير فما عليه مش مشكلة. من السي1 برسم خط شوي مقوس، اوكي، وبكمل خط هنا. نفس الشيء بسويه هنا. حاولوا أن يكون مايل، ما يكون في زاوية حادة فجأة. تمام خواتي. بالنسبة خواتي لطريقة إضافة زيادة للزرار، إذا بتسوي زرار في الكول أو الياقة، فالطريقة خواتي تقريبا بتاخدوهم ما بين 1.5 سنتي إلى 2 سنتي برا. أوكي، حاولوا تستعينوا شوي بالمثلث عشان يعطيكم زاوية تكون مضبوطة. تمام، بتطلع برا C1 تقريبا ما بين مثل ما قلت 1.5 ل2 سنتي. اوكي، نفس الشيء بيصير على الجهة العلوية، نفس الشيء. تمام، وبتعدلوا اللفة هي اللي في الياقة بتعدلوها تكون مضبوطة. اوكي خواتي، هني انا حاولت اعدلها، هني كان اني سويت 2 في 1. اوكي، عدلتها بهالطريقة.